ازيكم يا بنات؟ معاكم ايه؟ بنات كتيره كانت سالتني لما كلمتكم ان انا بشقر شعر وشي وكده، قالوا لي ازاي بتشقري شعر الوش وما بيطلعلكيش حبوب وكل الحاجات دي. فانا قررت النهارده ان انا اعمل لكم فيديو اجاوب فيه على كل الحاجات دي واوريكم ازاي انا بشقر بالتفصيل الممل، عشان اي بنت عايزه تشقر شعر وشها تشقره. ليه انا بشقر شعر وشي؟ بشقره لان انا ما بحبش اعمل فتله او واكس او اي حاجه للوش، لان انا بشرتي حساسه فبيطلع فيها حبوب بعد كده. انا من التشقير وعمر ما حصل اي حاجه في بشرتي، بقالي سنين بستخدم الموضوع ده وما زالت بشرتي الحمد لله حلوه، ما حصليش فيها اي اضرار. لو عايزين تعرفوا انا ازاي بشقر شعر وشي وبفضل محافظه على وشي بعد التشقير، تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه كريم التشقير اللي انا بستخدمه ده جولي ايفا. ده من شركة ايفا طبعا، سعره 16 جنيه ونص، كنت شارياه من فترة، مش عارفة سعره اتغير ولا لأ. المهم انا بستخدم العلبة دي بتقعد معايا مثلا بتاع 6 شهور ولا حاجة. العلبة بتبقى ده شكلها من جوه، بيبقى جاي معاها كريم كده، وبيبقى جاي معاها باودر، وبتيجي البلاستيكة اللي بخلط عليها، وبيجي المعلقة بتاعة المعيار. اول حاجة بستخدمها باخد معلقه من الكريم. المعلقه اللي جايه مع البتاع زي ما انتوا شايفينها، جزء كبير وجزء رفيع، وده شكل الكريم من جوه. طبعا انا مستخدماه كتير، فباخد معلقه كبيره كريم. طبعا انتوا بتضاعفوا الكميه على قد انتوا هتشقروا ايه بالظبط، بس انا اللي بتكفيني معلقه. وده الباودر. ده للاسف مع الحراره بيسيح شويه، او المفروض ان احنا بناخد معلقه صغيره، بس هو ساح مني فانا مش هقدر اخد معيار. زي ما انتوا شايفين كده، انا بعد ما قفلت الكاميرا نزلت الباودر، وكل اللي عملته قعدت ادمج كده فيه بس تقليب بسيط لحد ما بيبقى ملمس كريمي. هو اصلا كده كده كريمي. دلوقتي باخده احطه على وشي، بس عايزه اقول لكم الاول حاجه. الباودر خلصت قبل ما الكريم يخلص، والموضوع ده بيحصل معايا في كل علبه جولي ايفا اشتريها، فده بيتهيألي عيب من الشركه، هما محتاجين يزودوا الباودر شويه او يعدلوا فيها. مش عارفه الصراحه، بس هي دايما الباودر بتخلص معايا وبضطر ارمي بقيه علبه الكريم واشتري علبه كامله جديده. تعالوا بقى دلوقتي احطه على وشي واوريكم بحطه ازاي. كده ده شكل الكريم بعد ما خلص. باخد نفس المعلقه اللي انا دمجت بيها وببدا احطه كده على البشره. بحطه بقى على كل الاماكن اللي بيطلع فيها شعر. في ناس بيطلع شعر في كل وشهم يحطوا على كل وشهم، انا بحطه بس على الاماكن اللي بيطلع لي فيها. حطي طبقه سميكه يعني. طبعا تبعدوا عن الحواجب، الا لو انتوا بتشقروا حواجبكم يبقى تعملوا الرسمه بكريم التشقير. بس طبعا لو جه اي كريم من ده على الحواجب نفسها هيشقر شعر الحواجب، مش هيبقى عندكم حواجب يعني. تمام. حط الكريم كده. طبعا البلاستيكه والسباتيولا دي بعقمهم بعد كل استخدام، وبحط كده. انا معلقه واحده من الكريم بتكفيني، لان ما بشقرش غير المناطق دي بس. بس كده انا خلاص وزعت الكريم دي للمناطق اللي انا بشقرها. انا حواجبي بعملهم وشنبي بعمله فتله. هسيبه كده 10 دقايق. في خلال ال10 دقايق دي بحضر ماسك احطه بعد بس الاول عايزه اقول لكم حاجه. انا بشرتي زي ما انتم شايفين كده دهنيه، ما غسلتهاش، ما عملتش اي حاجه. في ناس قبل الخطوه اللي بتحط فيها كريم التشقير بتقفل الاول المسام بتلج. انا ما بعملش كده. انا رجعت من بره، شلت الميك اب بمزيل الميك اب وبس، ما غسلتش بشرتي، ما عملتش اي حاجه. فضلت حتى سايباها حبه عشان تفرز دهون، عشان اضمن ان المسام ما تبقاش مفتوحه. بس يلا بينا دلوقتي اوريكم الماسك بعمله ازاي. انا كده استنيت 10 دقايق وغسلت الباودر بتاعه التشقير. في خلال الوقت ده عملت الماسك ده اللي كنت عملته معاكم قبل كده بالشوفان والرز. اللي ما كانش شايف الفيديو بتاع الماسك هحطه له في الديسكريبشن بوكس. عملت الماسك بتاعي، قعدت ادور الصراحه على الفرشه بتاعه الماسك بس مش عارفه اختفت فين، فعادي اللي ما عندوش فرشه يستخدمه بايده. اللي بيخليني اعمل الماسك ده بعد التشقير ان انا بحس ان التشقير يعني
بيرهق البشره شويه وبيحمرها. الماسك ده بيشيل الاحمرار بتاع البشره وفي نفس الوقت بيرطبها. مشكله اي ماسك من الزبادي ان هو بتبقى ريحه البشره بتبقى زبادي شويه. فانا هقول لكم على الحل بتاع الموضوع ده في اخر الفيديو عشان تضيعوا ريحه الزبادي دي خالص من البشره. ترى كده بقيت مرعبه بما فيه الكفايه. هسيب الماسك ده لبشرتي لحد لما ينشف وهغسله واجي اقول لكم انا بعمل ايه عشان اضيع ريحه الزبادي واوريكم كمان شكل البشره في الاخر بتبقى عامله ازاي. كده انا غسلت بشرتي، طبعا ملاحظين الفرق وقد ايه هي بتلمع ومبسوطه كده. عشان اداري ريحه الزبادي بستخدم البتاع ده من اوريفلام، اسمه لاف ناتشورال، كنت كلمتكم عنه. البتاع ده ملوش اي 30 لازمه غير ان ريحته حلوه، هو بالبطيخ. فانا الصراحه ما بستخدمهوش غير لما بعمل بس ماسك الزبادي عشان يدي ريحه حلوه لبشرتي وبس كده يعني. هو جل كده ملمسه، بحط منه وخلاص كده، ما بعملش اي حاجه تانية. كده ببقى شقرت بشرتي وداريت كل الشعر اللي فيها، ما بيبقاش اي شعر باين، بيبقى لونه اصفر، ولو اتعرضتي للشمس جامده قوي بيبان، وبيبان اصفر بسيط جدا. التشقير بيقعد معايا مثلا شهر، ما بحتاجش اشقر، ولما باجي اشقر بعمل نفس الروتين. احسن حق يعني، اكتر نصيحه عايزه انصحها لكم بس في موضوع التشقير ان انتوا تشقروا بالليل، لان انتوا لو شقرتوا وتعرضتوا للشمس ممكن بشرتكم تتعب ويطلع فيها حبوب، وكمان البشره بتبقى حمرا سنه بسيطه قوي، فالافضل انكم يعني تعملوا الموضوع ده بالليل عشان ما تتعرضوش للشمس وبشرتكم حمرا. ده كده الروتين بتاعي كله بالتفصيل. مفيش اي حاجه تانية بعملها. اما بشقر بشرتي في البيت بتبقى كأن انا عاملاها عند الكوافيره بالظبط. لو عملتوا نفس الخطوات اللي انا بعملها دي ان شاء الله مفيش اي مشاكل هتحصل لبشرتكم. انا بشقر بقالي سنين، يعني ممكن من ثانويه عامه وانا بشقر وبشرتي ما حصلش فيها اي حاجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وقولوا لي في الكومنتات انتوا ايه افضل طريقه بتشيلوا بيها الشعر بتاع الوش. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.